مساء الفل، عاملين ايه؟ النهاردة حابة اشارك معاكم فكرة للغدا سهلة وسريعة وكمان مشبعة جدا عشان ما نقفش كتير في المطبخ في الحر. ومغذية جدا جدا، والولاد كمان هتحبها قوي. هي صدور البانيه المشوي. انا عندي هنا الصدور، انا بقطعها وسط، مش رفيع قوي زي البانيه اللي بنجيبه للتحمير اللي احنا بنحمره، ولا سميكة. انا عايزاها تكون وسط عشان لما نشويها تكون جوسي كده من جوه وطرية معانا. انا هتبلها بتوابل كلها بودرة جاهزة يعني. عايزة تحطي عليها مية بصل، توم فريش زي ما تحبي، بس انا استخدمت بصل بودرة وتوم بودرة. وعلى فكرة التتبيلة دي بتخلي طعمها تحفة جدا، وكمان مش هتحتاجي ان انتي تقفي بقى في المطبخ كتير وتفضلي تحضري في حاجات. لا، هي كلها حاجات جاهزة وهتحطيها بس على بعض. هي ملح وفلفل وتوم بودرة وبصل بودرة، كمان زعتر وريحان، رشة من الزعتر ورشة من الريحان مش كتير. الزعتر والريحان بيدولي الفراخ المشوية طعم جميل جدا. ورشة من البابريكا، وكمان معلقة صغيرة من دبس الرمان. دبس الرمان ده تحفة يا جماعة، بيخلي طعم الفراخ جميل، وكمان لونها كمان جميل جدا. ممكن لو مش موجود نستغنى عنه مثلا او نستبدله بعسل اسود، وممكن معلقة عسل ابيض. دبس الرمان بيديها مزازة كمان، مش بس بيديها طعم فيه كده نسبة سكر، لا هو بيديها مزازة. وكمان معلقة من زيت الزيتون، معلقة صغيرة على الكمية اللي انا عاملاها. آه، زيت الزيتون هو الحاجة الوحيدة اللي انا هستخدمها في الوجبة دي النهاردة. فيها يعني الدهون الوحيدة اللي انا هستخدمها النهاردة مع الفراخ. انا مش هستخدم اي دهون تانية غير معلقة زيت الزيتون دي. وهقلبهم بقى كويس قوي مع بعض لغاية لما اتأكد ان كله امتزج واخد من طعم التتبيلة. التتبيلة دي تحفة. وهدخلهم التلاجة بقى يرتاحوا شوية، ساعة مثلا. عايزة تتبليهم من بالليل براحتك، انا سبتها ساعة في التلاجة. على فكرة هي مش بتحتاج وقت طويل في التتبيلة، هي بتاخد من طعم التوابل على طول يعني. هنا بقى عندي جريل او طاسة على النار، اهم حاجة انها تكون سخنة، نسخنها كويس قوي. وهننزل بالفراخ بتاعتنا عليها من غير اي مادة دهنية، احنا حاطين فيها معلقة زيت الزيتون بس. تاخد بس كده صدمة على كل جنب منها، يعني على كل جهة من الفراخ نديها صدمة عشان ما تنزلش مية بتاعتها. على درجة حرارة عالية الاول، على نار عالية، وبعدين بنبدأ بقى نقلل درجة الحرارة، بنخليها تحت الوسط بشوية عشان الفراخ تستوي معانا حلو. وكمان انا ممكن تحطي وقت الشوا بتاعها، او وقت ما انتي بتشوحيها على الجريل او الطاسة، ممكن تحطي معاها مثلا عود روزماري فريش، او لو مش موجود فريش ممكن تحطيه من اللي هو المجفف، برضو بيكون جميل جدا. وكمان نزلت معاهم بفصين توم، انا بس بكون شقة التوم كده بالسكينة علشان ينزل الطعم بتاعه وقت السوا بتاع الفراخ. وهنا بقى كانت الفراخ استوت. وعلى فكرة التوم ده بيبقى طعمه رهيب كمان في الاكل، يعني انا مش بستغنى عنه، لا انا بحطه عادي في الاكل. طعمه بيكون جميل مشوي مع الفراخ. واخدت بقى لون جميل قوي، لون ذهبي حلو، وطعمها فعلا كان تحفة. وما وقفناش كتير في المطبخ، وجبة سريعة جدا. انا قدمتها مع رز ابيض وسلطة. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.